زوجوا لنا الشباب برك، زوجوا لنا الشباب. رانا في فصل الربيع، الحيوانات راهي تتزاوج هكذا، الحيوانات راهي غادي ندير لكم فيديو كيما تاع غير يفهمونا وما نزيدوش نهضروا. هذا ما كان، خصنا غير تفسير وما نزيدوش نهضروا. يعني بالمعنى انا الحاجه اللي ما فهمتهاش كيفاش رجل مهتم بدرجه الكبت الجنسي او النقص الجنسي او نقص الممارسه الجنسيه عند رجل اخر. لان الزواج اسمه هو الزواج يعني لو بيلي تاع الزواج هو العلاقه الجنسيه، لو بيلي الاول، ومن بعد تجي من مورا هذيك الامور الاخرى. انا هذه ما فهمتهاش. كيفاش الرجل في الجزائر ماشي كاع بيان سور كيفاش يحس روحه انه مانيش باغي نقول الكلمه باسكو راه في خاطري نقولها، باسكو الكلمه اللي راها في خاطري نقولها بالك قولوها في التعليقات، تعبر بصراحه عن واسم راه يجول في بالي في فكري. كيفاش رجل يهمه درجة النقص الجنسي أو ممارسة أو انعدام ممارسة أو قلة ممارسة الجنس لدى الرجل الآخر. أنا هذه ما فهمتهاش. سيد راه يقول لك، ومشي غير هو، كاين بزاف راه يقول لك العصافير وها فصل الربيع يعني فصل التزاوج وكل شيء، ومنا وكاع الناس وكاع المخلوقات راها تمارس وكل شيء. إذا زوجوا الناس. مش فاهم أنا، قسما بالله ماني فاهم. على بالك الحالة الوحيدة من حالات القلائل، لانه أن الرجل ما يخممش في الحياه الجنسيه تاع الرجل الاخر، وهذه من علامات الرجوله. هي انه باغ اكزومبل الرجل لما يكون مرتاح هو جنسيا يسون با لي كوي واسم راه يعاني الرجل الاخر. هذه فينا احنا طبيعه. هذه الاستثناء الوحيد راح نشوفه في المجتمع. مش فاهم انا، والله قسما بالله ماني فاهم. كيفاش زوجوا الناس. على بالك الزواج هو مسؤوليه، والزواج كان على بالك بلي كاين احساس الرجل والمراه يوصلوا لمرحله ما، وهذيك سا ديبون الاشخاص وسا ديبون الافراد، كل واحد كيفاش. كاين اللي على 20 سنه 22 سنه يحس روحه باللي راه قادر، والفتاه الثاني كاين اللي 40 سنه ومازال ايزيتي، كاين اللي 50 سنه وماشي متزوج وما عندوش كاع حتى الفكره في راسه وما يعاني حتى بمرض وما فاهمني وما نورمال عادي. حريات واختيارات شخصيه، هذا هو الزواج. كيفاش نقولوا زوجوا الناس؟ زعما كيفاش؟ مش فاهم. نفتحوا بيوت آيلة للخراب قبل الفتح، قبل أن نفتحها. هذا هو الميساج اللي حبيتوا توصلوه. مش فاهم أنا، مش فاهم. ديجا كاع المعضلة هو أنكم تخموا في الحياة الجنسية الآخر. هذه على بالك. أنا لما قلت لكم باللي المفاهيم تاع الرجولة راه عندنا مضروبة في مقتل، ما كاش كاع اللي دخل، ما كاش كاع اللي يسمع لي. مضروبة في مقتل. أنت ماشي راجل كي تحوس على الحياة الجنسية تاع الرجل الآخر. وكيفاش كيش راه راه يعاني مسكين في الليل كيجي يرقد، راه والصباح كينوض راه ينوض كيفاش. مش عارف انا، هذا ما كاينش تفسير اخر. راك فاهم ولا لا؟ ولا بالك انا راني نجبد من راسي؟ قولوا لنا في التعليقات، هي سلق عليا هي.